لما تبقى بابا المجال ومحدش قادر ينافسك لا محليا ولا قاريا، يبقى انت الاهلي. لما تحقق انجاز مفيش اي فرقة عربية ولا افريقية قدرت توصل له، يبقى انت برضو الاهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايب قلبي وحلقة جديدة نارية من حلقات كابتن سيكو. حلقة النهاردة يا جماعة فيها 3 مواضيع نارية. اول موضوع في حلقتنا بقى النهاردة هو ايه يا برنس؟ هو ان النادي الاهلي بيحقق المركز الخامس عالميا. تخيل النادي الاهلي الخامس على مستوى العالم، الخامس على مستوى العالم. واسمع بقى رسالتي الكابتن خالد الغندور. وتاني موضوع في حلقتنا النهاردة هو ايه يا برنس؟ هو اني هقول لك على ارقام قياسية اتحققت بعد فوز النادي الاهلي على مين؟ على الترجي التونسي. بص بقى يا غالي، قبل ما نبدأ حلقة النهاردة النارية دي، خلينا بس كده صلي كده على حبيبك النبي. ولو ما اشتركتش في القناة انزل بقى بسرعة كده اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. وما تنساش بقى احلى لايك. عايزين يا جماعة نوصل بالحلقة دي بقى ل1000 لايك و10000 مشاهدة. ايه يا اهلاوية انتوا فين؟ عايزين الدعم كده يا جماعة عشان القناة دي تكمل بيكم وليكم وعلى خير بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بقى ايه يا برنس، قبل ما نبدأ في حلقتنا النهاردة بنقول يعني نادي الزمالك يعني هارد لك، يعني هارد لك لنادي الزمالك. النهارده يا جماعه الزمالك انهزم 2-1 في الاسماعيليه. من مين؟ من نادي الاسماعيلي. خليني اقول لك ان نادي الزمالك بالهزيمه دي بقى في المركز الرابع. والادعى بقى من دي كمان ان في المركز الخامس هو الاتحاد ولسه باقي له ماتش. يعني لو الاتحاد السكندري ان شاء الله كسب ماتشه بكره يبقى الاتحاد هيطلع في المركز الرابع وينزل الزمالك يآنس في المركز الخامس. وشكلها كده السنه دي الزمالك يعني لو يعني في احسن الظروف هيقفل الرابع. يعني ربنا بصراحه ايه يكون معاهم بقى ايه وفي عونهم. خليني اقول لك يا باشا، زي ما قلت لك اول بقى موضوع في حلقتنا كده النهارده هو ايه؟ هو الاهلي العالمي، الاهلي العالمي، الاهلي المونديالي. هو ده الاهلي. مين يقدر يحقق الارقام اللي حققها الاهلي؟ مين يقدر اصلا يوصل للارقام دي سواء بقى في مصر او في افريقيا او في الشرق الاوسط كله؟ النهارده الايه الموقع الرسمي للفيفا اللي هو الموقع الرسمي او الموقع الدولي للاتحاد او للتاريخ والاحصاء قال النهارده واعلن عن اول 10 انديه على مستوى العالم. طبعا جه في المركز الاول نادي ريال مدريد، وجه في المركز الخامس مين يا باشا؟ النسر الاهلاوي. النادي الاهلي في المركز الخامس، النادي الاهلي في المركز الخامس. وزي ما قلت لك ان الانجاز ده ما حققهوش لاي فريق مصري ولا افريقي ولا عربي. علشان بس تعرف انت بتشجع مين، عشان تعرف الكيان اللي انت بتشجعه واصل لحد فين، وعلشان تعرف يعني النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا. خليني بقى ايه اسمع كده بالمناسبة الجميلة دي والهايلة دي، ادي كده رسالة للكابتن خالد الغندور. كابتن خالد الغندور اللي طلع بعد ماتش الترجي التونسي، وطبعا اللي العالم كله اشاد فيه ان الاهلي سفلت الترجي التونسي. الاهلي شوف سفلت كده الترجي التونسي، والثلاثة دول كانوا مع الرأفة اداء ونتيجة وكل شيء. طبعا كابتن خالد الغندور مش عايش معانا على الارض، وعايش طبعا في كوكب المريخ لوحده تقريبا، قاعد مع نفسه هناك. بيقول لك ان النادي الاهلي كسب مش عشان حاجه، كسب علشان الترجي التونسي من غير جمهور، وعشان الترجي التونسي كان بيلعب والجول فاضي، يعني الدبشي ما كانش موجود، وكان بيلعب من غير 6 اساسيين. ايه يا باشا؟ ايه يا باشا اللي انت بتقوله ده يا باشا؟ الاهلي اداء ونتيجه. خليني اقول لك ان الاهلي اصلا الثلاثه دول كانوا مع الرأفه. ده الاهلي اصلا المفروض الماتش ده يطلع 7 مستريح، عارف؟ 7 مستريح. وبعدين اذا كان على الجمهور او على الغيابات، ما انت لا مؤاخذه فرقتك اللي انت بتشجعها في وسط ارضك وفي وسط جماهيرك وانت شايل 3. ما الاهلي مشيلك 3، وقبلها الاهلي مشيلك 5، وقبلها الاهلي مشيلك 6. ما انت كل ده كنت بتلعب بكامل السكواد بتاعك، وكنت بتلعب على ارضك، وكنت بتلعب وسط جمهورك، ها؟ وشلت يا باشا، شلت 6 وشلت 5 وشلت 3. يبقى انت بتقول ايه يا باشا؟ انت يا باشا بتقول انت مش عايش معانا يا برنس. والله انت ما عايش معانا هنا، انت عايش يا باشا في حتة تانية. هو انت مش هين عليك تقول ان النادي الاهلي كان كويس؟ مش هين عليك تقول الف مبروك يا جماعة اديته كويس؟ ليه روح العصبية وليه التعصب؟ انتوا اللي بتخلقوا التعصب بين الجماهير، وفي الاخر تقولوا ده الجماهير وفي فتنة ومش في فتنة. فتنة ده انتوا اساس الفتنة، انتوا اساس الفتنة.
اطلع يا باشا قول كلام في محله، ما تقعدش تقول حله يا حله. بالله عليك بالله عليك، اللي انت بتقوله ده ما يصحش من لاعب يعني خدم في نادي الزمالك، ويعني لاعب نقدر نقول ان هو كان زي الفل. ايه يا باشا الكلام اللي انت بتقوله ده يعني مالوش اي علاقة يا باشا بالمنطق خالص. اللي انت بتقوله ده مالوش اي علاقة بالمنطق خالص. هاخدك بقى لتاني موضوع في حلقتنا النهارده، وهو الارقام القياسيه اللي حققها النادي الاهلي من فوزه على الترجي التونسي. طبعا زي ما قلت لك امبارح الاهلي كان عامل حفله، مسافره وهعمل حفله. امبارح الاهلي كان عامل حفله في رادس، حفله في رادس بطلها مش بيرسي تاو، بطلها ميسي تاو. ميسي تاو والحنجيل عادت اليكم من جديد. وخلاص بقى خلاص، ده بيرسي تاو كان بيجري ويجري لعيبه الترجي كلها وراه يا جماعه. ده الراجل كان بيجري ويجري الفرقه كلها وراه. وكهروب بقى اللي عشان النيه صافيه كده وسالكه، على الرغم انه ضيع يعني انفراده ما تضيعش الشوط الاولاني، ربنا سبحانه وتعالى عوضه بواحده الشوط الثاني. هو كهروب سبحان الله من بعد الايقاف محدش قادر يوقفه. شوف، من بعد ما رجع من الايقاف محدش قادر يوقف كهربا. ليه؟ علشان تقريبا كده وبنسبه كبيره يا جماعه الراجل ده اتظلم. الراجل ده اتظلم، وده الدليل على كده ربنا سبحانه وتعالى مديله توفيق رهيب، وبسم الله ما شاء الله ربنا يكملها له على خير ويفضل في الفورمه دي، ويعني ربنا يكرمه ويزيده كمان من فضله، علشان فعلا الراجل ده اتظلم يا جماعه. زي ما قلت لك بقى، الماتش بتاع امبارح ده الماتش العالمي اللي عمله امبارح النادي الاهلي ده، اللي كان فيه مارسيل كولر اللي هو قال لك انا محدش يتوقعني. مارسيل كولر اللي خلى يا عيني نبيل معلول قاعد مولول وحاطط ايده كده على دماغه مش عارف يعمل ايه من اللي كان امبارح بيعمله النادي الاهلي، ومن الريتم بتاع النادي الاهلي، ومن التحكم في الكوره بتاع النادي الاهلي، ومن التكتيك بتاع النادي الاهلي والتيكي تاكا بتاع النادي الاهلي. ده انا لو قعدت اكلمك على الماتش ده هنقعد نتكلم ساعتين يا جماعه، هنقعد نتكلم ساعتين والله. هاخدك بسرعه بقى للارقام القياسيه. الثلاثه امبارح بتوع الترجي التونسي دول اللي خدهم الترجي التونسي دول في رادس، هم اول ثلاثيه على مر التاريخ ما بين الاهلي والترجي. الاهلي احرز اول ثلاثيه في ملعب رادس في الترجي التونسي على مر التاريخ. شوف، ده اول رقم قياسي. الرقم القياسي الثاني هو ان النادي الاهلي بيكسب الماتش الثامن على ملعب رادس من اصل 10. تخيل الفروقات يا باشا. ده احنا مش عشان كده الاهلي بيقول لك ان ملعب رادس ده ملعبنا، ملعب رادس ده يا جماعه ملعبنا. تخيل لما النادي الاهلي يلعب 10 ماتشات على ملعب رادس يبقى كسبان منهم 8. انت بتتكلم في ايه؟ ده كانه بيلعب يا باشا في استاد القاهره اهو. ده بقى اهو استاد القاهره ده يا جماعه، ده والله مش ملعب رادس. والرقم القياسي الثالث يا باشا هو ان اول هزيمه من النادي الاهلي للترجي التونسي على ملعب رادس برضه، بس ايه بالمسمى الجديد بقى. المسمى الجديد اللي هو ملعب رادس بقى اسمه ايه؟ حمادي العقربي، ما بقاش اسمه ملعب رادس. فالنادي الاهلي برضه ايه؟ اداها لهم كده في سقف حلق بقهم وقال له إيه؟ غيرت اسم الملعب هتشيل، خليته رادس هتشيل، خليته حمادي العقربي هتشيل، خليته ترلولو هتشيل برضه. يعني ما فيهاش يا باشا. اخدك بقى الرابع رقم قياسي، وهو ان للاسف يا جماعه بعد الهزيمه الفضيحه امبارح بتاعت الثلاثه من الاهلي في الترجي التونسي دي، استقال المدير الفني نبيل معلول للترجي التونسي. نبيل معلول يا جماعه اعلن استقالته رسميا من الترجي التونسي. والله اعلم كده الترجي التونسي لما هيجي لنا ان شاء الله الماتش اللي جاي مين هيدرب. يعني انا بصراحه مش عارف كده مين اللي هيدرب بقى يا جماعه الترجي التونسي بصراحه الماتش الجاي. خلصت حلقه النهارده السريعه الجميله دي. لو وصلت معايا بقى للحلقه لحد اللحظه اللي احنا فيها دي، بالله عليك ما تنساش اللايك، احلى لايك بقى كده علشان دعما لاخوك الاهلاوي. اشوفكم على خير وحلقه جديده. سلام.